الفيديو اللي قبل من هذا كنت هضرت فيه على البيع بالجمله، ودابا بغيت نشرح لكم علاش ماشي ديما كيكون البيع بالجمله فكره زوينه. غنعطيكم مثال بهاد اللعبه مثلا ديال براتس. كيف كتلاحظوا هنايا الثمن ديالها اليوم هو 33 دولار في تارجت. حاليا هذا هو ارخص ثمن انا قدرت نلقى، هو 34 دولار و99 سنتيم. اوكي، يعني الا بعناها ب 33 دولار وشريناها ب 34 دولار، فحنايا هذيك الساعه غنكونوا في خساره ديال 12 دولار. دابا نقول لكم علاش الجمله ماشي ديما فكره زوينه، وعلاش انا الا كنتو كتابعوا فيديوهات ديالي كنقول لكم ان مع امازون من الاحسن انه الانسان ما ياخذش دي كونتيتي اللي هما كبارين من منتوج واحد، بل انه ينوع ويبقى يصيفط الستوك بغير بما تباع ليه ولا قرب يتباع عاد يزيد مازال. غنوريكم بالضبط علاش وشنو وقع في لوكا ديال هاد اللعبه، علاش ما بقاش فيها دابا الرباح. قبل الناس اللي كانوا كيبيعوا ويشريوا في هذه مثلا كانوا كيربحوا بزاف ديال الفلوس، لان الثمن ديالها باش كانت كتباع ما بين 70 دولار ل 60 دولار. يعني الا لقيتوهم كيف الثمن اللي لقيت انا مثلا في تارجت، نديروا لها عمليه حسابيه ونشوفوا شحال ديال الربح. مثلا الا بعنا ب 60 دولار فهنا كيولي عندك الربح ديال 10 94. حاجه اللي مزيانه. اضيف الى ذلك انها كتباع بزاف، يعني مطلوبه بزاف. لنفترض انت جيتي ودرتي الدراسه ديالك وبان لك ان هاد البرودكت كيتباع مزيان مطلوب بزاف، غادي كلشي غادي هو هذاك فيه ربح كبير، غتقول اجي نمشي انايا نشريهم بالجمله وغتاخذ دي كونتيتي كبار. اون فوا غتجيب ستوك ديالك اللي هو مثلا الا بديتي كتبيع بالجمله غتجيب واحد 1000 او لا 2000 الى اخره، كتبيع مزيان بخير وعلى خير. واحد النهار غيصبح عليك امازون غيدخل معك الليستينغ. الاغلبيه اللي كيعرفوا اللي عندهم خبره في امازون ولا كيسمعوا بامازون كيعرفوا ان مره امازون تيدخل شي ليستينغ كيطيح السوق على كل شيء، وهذه حقيقه. اوكي، هذه حاجه من الحوايج اللي كاينين اللي انت كتاجر خاصك تعرف كيفاش تصرف معاهم. اوكي، اللي كيبيعوا الاربيتراج بحالي انا وبحال الناس الاخرين اللي كنصيفطوا غير دي كونتيتي ليميتي بما سالا لينا ستوك، ما كنخافوا من حتى شي حاجه. اون فوا الا دخل امازون مثلا وطيح الثمن بزاف لدرجه حنا ما بقاش عندنا الربح، في هذه الحاله راه غادي تتباع حيت 3000 واحد كيطلبها، ولكن غير الطلب غادي ينقص، يعني الاغلبيه غيشروها ديريكتومون من عند امازون. مهم ماشي موضوعنا هذا. اللي عنده كونتيتي صغيره ما كتوحلش فيه، اللي عنده كونتيتي كبيره ومعول عليها، حيت الناس ديال الجمله راه ما كيكونش عندهم مثلا كتالوج كبير، فهذه خيبه امل. نوريكم قبل الاحصائيات كيفاش كانوا. شوفوا معايا هنايا غادي تلاحظوا كيف قلت لكم غير في شهر 10 شوفوا بشحال كان كيتباع، او بشحال كانت كتباع هاد اللعبه. كانت كتباع ب 67 دولار و90 سنتيم. لاحظوا معايا هنايا ب 78 دولار و99 سنتيم. ها هما هادو كاملين كيبيعوا في امان الله بخير وعلى خير، الى ان دخل امازون وهبط الثمن بزاف ولا كيبيع ب 34 دولار و99 سنتيم الى يومنا هذا. حنا ما عارفينش من هنا لقدام واش غيبقى امازون ولا صافي غادي يستغلوا غير الفتره ديال الاعياد وغيمشيو. ما عارفينش واش غيبقاو مهبطين الثمن بحال هكا، ولكن اللي عارفين انه ملي دخل امازون هبط الثمن بزاف. هاد الحاله كتبقى واخا هكاك كتبقى حاله خاصه، حيت كيتباعوا بزاف، يعني 3000 بياسه كتباع واكثر في الشهر. حتى الناس اللي مطلعين ثمن يقدروا يبقاو يبيعوك. هادشي علاش كتبان لكم هنايا واخا كاين امازون كيبيع ب 35 دولار كاينين ناس اخرين كيبيعوا ب 57 دولار و52 دولار. يعني راه هما كيبيعوا، كون ما كانوش قادرين يبيعوا بداك الثمن ما غاديش يبقاو اصلا في هاد الليستينغ. مي راه كاينين منتوجات اخرين اللي الا دخل امازون تلمو كيهبط عليكم السوق وما كيبقاش يخرج من داك الليستينغ اللي راه توليو في خساره بخساره. لا استراتيجي الصحيحه اللي زوينه وتقريبا مضمونه هي اننا ما كنديروش بحال هاد الطريقه، كنوعوا في المنتوجات وما كنكثروش منهم. فين ما كيقرب يسالي ستوك كنصيفطو.
كاينين شي برودويات ما خاصكش تفوت 50 ولا غير 20 كل مره كتصيفط الامازون. انا كنهضر على برودوي واحد، اوكي، حيت كاين اللي غيجي غيقول لي وانت دايره هذا البيزنس كامل على 20 ولا 50. انا كنهضر على برودوي راه 20 ضربها في 20 ولا 20 من بياسه وحده. وتخيل انا مثلا عندي 100، ضرب 100 في 20، شوف الارقام. اوكي، ما علينا، نرجعوا للموضوع. كاينين برودويات كتصيفط غير 20، ولكن كاين برودويات كيحتموا عليك انك تصيفط مثلا 100. لنفترض انك شريتي 20 تباعوا لك في نهار، خاص ستوك يبقى عامر. دونك المره الاخرى غادي تشري مثلا 100 غتصيفطهم، غيتباعوا لك مثلا في السيمانه. غتولي كتعرف ان راه ديما كل اسبوع خاص يكون عندك على الاقل 100 في الستوك ديالك، وكتبقى غادي على هذا المنوال. وكاينين شي برودويات كيكون فيهم مثلا الربح كبير، مثلا كاينين شي كتوبه كيكون فيهم الربح ديال $50، هادوك كنشريو مثلا غير 10، ولكن هادوك ال10 راه كياخذوا شهرين باش يتباعوا لينا كاملين. واش فهمتوا واش بغيت نوصل لكم؟ هذا هو الذكاء، انك كتمشي مع كل برودوي على حده. كاين البرودوي اللي كيتطلب ستوك كبير، هذاك حتى الا درنا معاه الجمله ماشي مشكل، اولا كتشريو دي كونتيتي كبار من ريتيلرز ولا من ويب سايتس الى اخره. وكاينين برودويات اللي ما كيلاقش ليهم الجمله نهائيا، حيت ما كيكونوش فاست موفرز، كيكون خاصهم واحد الوقت ماشي طويل بزاف، ولكن المهم خاصهم واحد الشهر شهرين باش يتباعوا لك واحد 20. ولكن راه هذوك 20 كتربح فيهم بزاف ديال الفلوس. عاوتاني غندورو نقول لكم، حنا راه ملي كنقول لكم 20 راه ماشي كنصيفطوا ديك 20 كنجلسوا نتسناو، راه كيكون عندنا تنوع وكيكون عندنا الانفنتوري كبير. الى عندكم شي سؤال خليوه لي في التعاليق، كنتمنى نكون فدتكم عاوتاني بهذا الفيديو. مؤخرا غتلقاوني كنهضر غير على الجمله، كنبغي ندير لكم فيديوهات مختلفين ومتنوعين باش توصلكم الفكره ديالي. وهذيك الساعه الا خديتوا قرار انكم ديروا الجمله كتكونوا عارفين علاش بغيتوا ديروه، وكيكون مسلكم 100%، ما كتجيوش وكديروه غير حيت عندكم واحد الفكره مغلوطه.